عمرك سألت نفسك إزاي في ناس بتقبض أقل منك ومع ذلك عايشة مرتاحة؟ الحقيقة الصدمة إن المشكلة مش في المرتب، المشكلة في عاداتك وطريقة تفكيرك عن الفلوس. في عالم المنافسة فيه بتزيد كل يوم، الفلوس ما بقتش رفاهية، دي مهارة. ولو السؤال ده عدى على دماغك قبل كده، فأنت بالظبط الشخص اللي الفيديو ده معمول عشانه. كتاب Smart Money Habits مش كتاب استثمار معقد، ولا بيكلمك عن بورصة وأسهم وأرقام تخوف. الكتاب ده فكرته الأساسية بتقولك مش دخلك هو المشكلة، المشكلة في عاداتك المالية. الفكرة المحورية في الكتاب، وارد ناش مؤلف الكتاب بيأكد من أول صفحة إن الناس اللي معاها فلوس مش أذكى منك، ولا حظهم أحسن منك، ولا بالضرورة بيقبضوا أكتر منك. الفرق الوحيد عاداتهم. زي بالظبط واحد بيتمرن كل يوم وواحد قاعد على الكنبة. بعد سنة جسمهم مش هيبقى شبه بعض، مع إن الاتنين كانوا متساويين في الأول. في الفيديو ده هقولك ليه فلوسك دايما بتخلص وإزاي تغير طريقة تفكيرك عن المال من غير ما تحرم نفسك ولا تعيش مكسر. الجزء الأول، ليه فلوسك دايما بتخلص وإزاي تغير طريقة تفكيرك عن المال. الفقرة الأولى، الفلوس مش أرقام، الفلوس سلوك. أول صدمة في الكتاب إن وارد ناش بيقولك إدارة الفلوس مش مسألة رياضيات، دي مسألة نفسية. يعني إيه؟ يعني المشكلة مش إنك مش عارف تحسب، المشكلة إنك بتصرف وإنت متضايق، بتشتري وإنت زهقان، بتكافئ نفسك وإنت متوتر، وبتأجل التخطيط لبعدين. الكاتب بيقول إن أغلب القرارات المالية اللي بناخدها مش من العقل، من المشاعر. وعشان كده تلاقي واحد عارف إن عليه ديون، وعارف إن الفيزا مديونة، وبرضه يشتري موبايل جديد عشان يستاهل. الفقرة التانية، العادات المالية بتتكون من الطفولة. من أكتر الحاجات المهمة اللي الكتاب ركز عليها، إنت علاقتك بالفلوس اتكونت وإنت صغير. خلينا نفكها. لو كبرت في بيت دايما بيقول مفيش فلوس أو الأغنية حرامية، عقلك الباطن بيترجم ده إن الفلوس دي حاجة وحشة أو حاجة مش لينا. فحتى لو كبرت وبقيت بتقبض كويس، تضيع الفلوس، تصرفها بسرعة، أو تعمل أخطاء مالية غريبة، مش لأنك غبي، لأن دماغك متبرمج كده. الفقرة التالتة، ليه أغلب الناس عايشة من الراتب للراتب؟ كل ما دخلك يزيد مصاريفك بتجري وراه. يعني تقبض 5000 تعيش على 5000، تقبض 10000 فجأة مصاريفك بقت 10000. عربية أغلى، موبايل أحدث، خروجات أكتر. من غير ما تحس بتزود مستوى حياتك بدل ما تزود أمانك المالي. وده بيسميه لايف ستايل انفليشن أو تضخم أسلوب الحياة. الفقرة الرابعة، ادفع لنفسك الأول. دي من أهم أفكار الجزء الأول في الكتاب. إحنا متعودين نعمل إيه؟ نقبض، ندفع إيجار، ندفع فواتير، نصرف، ولو فضل حاجة مش بيفضل نحوش. الكاتب بيقولك غلط، ده تفكير غلط. الصح، أول ما تقبض تحوش نسبة ثابتة حتى لو قليلة، وبعدين تعيش بالباقي، حتى لو 5%، حتى لو 10%. المهم إنك تتعود إن التحويش مش اختيار، ده التزام. الفقرة الخامسة، التحويش مش معناه حرمان. واحدة من أكبر الأكاذيب اللي في دماغنا، لما حوش حياتي هتبقى كئيبة. وارد ناش بيكسر الفكرة دي وبيقول التحويش الصح يعني راحة نفسية. لما يبقى عندك فلوس طوارئ، مبلغ على جنب، إحساس إنك مش على الحافة، ده بيخليك أقل توتر، قراراتك أهدى، شغلك أحسن. يعني التحويش مش ضد السعادة، ده أساسها. الفقرة السادسة، اعرف فلوسك رايحة فين. الكاتب بيقول مستحيل تتحكم في حاجة انت مش شايفها. أغلب الناس ما عندهاش فكرة الفلوس بتتبخر فين. قهوة هنا، أبليكيشن هناك، أكلة سريعة، اشتراك ناسيه، وفي آخر الشهر هو المرتب راح فين. عشان كده وارن ناش بينصح إنك تكتب مصاريفك حتى لمدة شهر واحد من غير ما تغير حاجة، بس راقب. الوعي لوحده بيقلل الصرف من غير مجهود. الفقرة السابعة، العقلية قبل الأدوات.
نقطة مهمة قوي في الجزء الأول. الكاتب بيقولك قبل ما تسأل عن أفضل تطبيق أو أحسن استثمار، اسأل نفسك: أنا جاهز أغير عاداتي؟ لأن مفيش تطبيق هيمنعك تصرف، مفيش خطة هتنجح لو أنت مش ملتزم. الفلوس محتاجة صبر والتزام ونفس طويل. خلاصة الجزء الأول: الجزء الأول من الكتاب بيحاول يعمل حاجة واحدة بس، يغير طريقة تفكيرك عن الفلوس. مش بيطلب منك تبقى مليونير، ولا تستثمر بكرة، ولا تقطع متعتك. هو بس بيقولك ركز على العادات مش على الرقم، لأن الرقم هيجي لوحده. الجزء الثاني: الديون والفيزا وإزاي تخرج من الدايرة اللي بتشفط فلوسك. في الجزء الأول فهمنا إن المشكلة مش في قلة الدخل، المشكلة في العادات وطريقة التفكير. الجزء الثاني بقى بيدخل على العدو الحقيقي لمعظم الناس: الديون. وخليني أقولك من الأول، وارد ناش مش بيشيطن الديون، بس بيكشف لها القناع. الفقرة الأولى: ليه الديون مريحة في الأول وخنقة في الآخر؟ الكاتب بيشرح نقطة نفسية مهمة جدا. الديون بتديك إحساس فوري بالراحة، بس بتسرق منك راحة المستقبل. انت لما تستخدم الفيزا بتاخد الحاجة دلوقتي وبتأجل الألم لبعدين. المشكلة إن بعدين ده بيفضل يتأجل ويتراكم ويكبر، وفي لحظة تلاقي مرتبك رايح نصه اقساط ونصه فوايد، وانت مش حاسس بتحسن في حياتك. الفقرة التانية: الفيزا مش فلوسك، بس دماغك مش فاهمة كده. واحدة من أخطر الحاجات اللي بيقولها الكتاب: الكريدت كارد بتفصل الإحساس بالألم عن فعل الشراء. يعني لما تدفع كاش تحس بالوجع، لما تمرر فيزا مفيش وجع. فدماغك يفتكر إن الموضوع سهل، بس الحقيقة إنك بتصرف فلوس المستقبل. وعشان كده وارد ناش بينصح ما تستخدمش الفيزا إلا لو فاهم قواعد اللعبة، ولو عندك مشكلة في الصرف الأفضل تبعد عنها مؤقتاً. الفقرة الثالثة: واجه ديونك بدل ما تهرب. أغلب الناس بتعمل إيه؟ تقفل الإشعارات، ما تفتحش كشف الحساب، تأجل التفكير. الكاتب بيقولك الهروب من الأرقام بتكبرها. أول خطوة حقيقية: اكتب كل ديونك من غير تجميل، من غير خوف. المبلغ، الفايدة، القسط، المدة. الوضوح هنا مؤلم شوية، بس محرر جدا. الفقرة الرابعة: طريقة كسر الديون مش واحدة لكل الناس. الكاتب بيشرح إن في طريقتين مشهورين: طريقة كرة التلج سنوبول، تبدأ بأصغر دين تخلصه، تحس بنجاح، تتحمس. دي مناسبة للي بيتأثر نفسياً وعايز دفعة معنوية. طريقة الانهيار افالانش، تبدأ بأعلى فايدة، توفر فلوس أكتر بس نفسياً أصعب. الكاتب بيقولك اختار الطريقة اللي تخليك تكمل. الفقرة الخامسة: بلاش تبرر الديون. من أخطر الحاجات اللي الناس بتعملها: أصل الكل مديون، ده طبيعي، مش مشكلة دلوقتي. وارن ناش بيقول التطبيع مع الديون هو أسرع طريق للإفلاس. الديون مش أسلوب حياة ولا مرحلة دائمة، هي حل مؤقت ولازم تفضل مؤقتة. الفقرة السادسة: الفرق بين الدين الذكي والدين الغبي. الكتاب بيفرق بين نوعين: نوع ممكن يكون ذكي، تعليم، مشروع مدروس، حاجة بتزود دخلك، ونوع تاني غبي، كماليات، موبايل مش محتاجه، عربية فوق إمكانياتك، عيشة على الفيزا. السؤال اللي لازم تسأله: الدين ده هيخليني أكسب أكتر ولا بس يبان شكلي أحسن؟ الفقرة السابعة: اعمل فلوسك أوتوماتيك. نقطة عبقرية في الكتاب: قلل اعتمادك على قوة إرادتك. ليه؟ عشان الإرادة بتتعب، بتضعف، بتقع. الحل: خليك ذكي، خلي النظام هو اللي يشتغل. زي تحويل تلقائي للتحويش، سداد أوتوماتيك للديون، حساب منفصل للمصاريف. كل ما التفكير يقل الالتزام يزيد. الفقرة الثامنة: ليه الطوارئ أهم من الاستثمار في المرحلة دي؟ ناس كتير متحمسة، عايزة تستثمر، تدخل بورصة، كريبتو، أي حاجة. الكاتب بيقولك
لو ما عندكش فلوس طوارئ، أي أزمة هترجعك نقطة صفر. فلوس الطوارئ مش رفاهية، دي شبكة أمان. من 3 ل6 شهور مصاريف تحطهم على جنب وما تقرب لهمش. ساعتها بس دماغك يهدى وقراراتك تبقى أذكى. الفقرة 9: الغنى مش شكلك، الغنى إحساسك بالأمان. من أجمل جمل الكتاب: في ناس شكلها غني ومفلسة، وناس شكلها عادي ومرتاحة. العربية، الموبايل، اللبس، ولا حاجة من دول بتحدد راحتك، أمانك، مستقبلك. اللي يحدد ده قد إيه عندك سيطرة على فلوسك. خلاصة الجزء التاني هدفه حاجة واحدة: يفك سجن الديون. مش بيقولك ما تعيش ولا تحرم نفسك، بس بيقولك عيش على قدك وسيطر. الجزء الثالث: بناء الثروة، الاستثمار بعقل، وإزاي تفضل ثابت طول حياتك. لو وصلت لهنا فأنت كده فهمت عاداتك، سيطرت على صرفك، بدأت تخرج من الديون، وبقى عندك أساس مالي محترم. الجزء الثالث بقى بيقولك دلوقتي نكبر اللعبة بس بالعقل. الفقرة الأولى: الغلط الأكبر، عايز تبقى غني بسرعة. أي حد يقولك هتبقى غني بسرعة غالباً بيبيع لك وهم. الثروة الحقيقية مش ضربة حظ، مش صفقة واحدة، مش استثمار سحري. هي تراكم عادات صح زائد وقت. زي الزرع، تسقي كل يوم، تصبر، ما تستعجلش النتيجة. الفقرة التانية: استثمر وانت هادي. أكبر مشكلة بتقابل الناس في الاستثمار الاندفاع. الكاتب بيقول بلاش تستثمر وانت متوتر، بلاش تستثمر وانت طمعان، بلاش تستثمر عشان ترضي حد. أسوأ قرارات مالية بتطلع من الخوف أو الطمع. أحسن قرارات بتطلع من عقل هادي وخطة واضحة. الفقرة الثالثة: الاستثمار مش للكل في الوقت الحالي. نقطة مهمة جدا: مش كل واحد جاهز يستثمر دلوقتي. لو أنت لسه عليك ديون استهلاكية، أو ما عندكش طوارئ، أو دخلك مش ثابت، الكتاب بيقولك الاستثمار في المرحلة دي مخاطرة مش شطارة. الأولوية: طوارئ، استقرار، التزام، وبعدين استثمار. الفقرة الرابعة: خلي الاستثمار بسيط. الكاتب ضد التعقيد، بيقول كل ما الخطة أبسط كل ما التزامك بيها أطول. مش لازم تفهم كل حاجة، ولا تتابع السوق كل يوم، ولا تبقى خبير. الفكرة استثمار منتظم، مبلغ ثابت على فترات، وده بيسميه consistency beats intelligence. الاستمرارية بتكسب الذكاء. الفقرة الخامسة: ما تقارنش نفسك بحد. من أكتر الحاجات اللي بتبوظ الرحلة المقارنة. فلان اشترى شقة وعلان سافر. الكاتب بيقول كل مقارنة مالية من غير معرفة التفاصيل هي في الحقيقة ظلم لنفسك. انت مش عارف دخله ولا ديونه ولا ظروفه. ركز في رحلتك وسرعتك وأهدافك. الفقرة السادسة: زود دخلك من غير ما تغير عاداتك. وارد ناش بيقول زيادة الدخل من غير عادات صح مصاريف أعلى. يعني لو دخلك زاد ما تزودش صرفك بنفس النسبة. خلي جزء كبير يروح تحويش، استثمار، أمان. الغلط إن كل زيادة تتحول لرفاهية. الصح الزيادة تبني مستقبلك. الفقرة السابعة: الثروة مش رقم، الثروة حرية. من أجمل مفاهيم الكتاب: الغنى الحقيقي إنك تملك وقتك وقرارك. مش شرط يبقى معاك ملايين ولا تبقى مشهور، بس مش قلقان من بكرة، مش مضغوط بسبب الفلوس. تقدر تقول لأ، دي ثروة. الفقرة الثامنة: راجع نفسك كل فترة. الكاتب بينصح بحاجة بسيطة: كل 3 أو 6 شهور اقعد مع نفسك، راجع صرفت ازاي، وفرت قد ايه، التزمت ولا لأ. مش عشان تجلد نفسك، عشان تعدل الاتجاه. الفقرة التاسعة: الفشل المالي مش نهاية العالم. رسالة إنسانية جدا في آخر الكتاب. كلنا بنغلط ماليا، الفرق إن في ناس بتتعلم وناس بتكمل. لو صرفت زيادة، لخبطت، وقعت، عادي. المهم ترجع وتكمل وما تيأسش.
الاستمرارية أهم من الكمال. الفقرة 10: خلي الفلوس وسيلة مش هدف. آخر عادة وأهم واحدة: الفلوس مش هي الهدف، الفلوس أداة. أداة عشان تعيش مرتاح، تساعد اللي بتحبهم، تختار حياتك، تبقى إنسان أهدى. لما الفلوس تبقى هدف بتتعب وبتقلق، لما تبقى وسيلة بتخدمك مش بتسيطر عليك. الخلاصة النهائية للكتاب كله: كتاب Smart Money Habits بيقولك مش محتاج تبقى عبقري ولا غني ولا فاهم اقتصاد. انت محتاج عادات صح، التزام، صبر، نفس طويل، والفلوس هتيجي لوحدها. لو حاسس ان الفيديو ده فرق معاك، اعمل لايك عشان يوصل لناس اكتر محتاجة الكلام ده، وما تنساش تشترك في القناة عشان السلسلة دي مكملة، وهنتكلم عن الفلوس ببساطة ومن غير فلسفة. واكتب لي في الكومنتات أكتر عادة مالية حاسس إنها مؤثرة عليك، يمكن الكومنت بتاعك يكون سبب إن حد تاني يبدأ يغير حياته.